الحق العام. وللأسف علي سلام مدين لكل هؤلاء. أنا أعرف جيدا أن علي سلام لم يعد صاحب قراره، فقد توصلنا معه إلى اتفاقين مكتوبين، واحد قبل الانتخابات والآخر بعد الانتخابات، ووافق عليهما، ولكن لم يسمحوا له بالالتزام بالاتفاقين. الأول كان ينص على العودة إلى بيته الجبهوي قبل الانتخابات، والثاني كان ينص على الشراكة المحترمة مع بيته الجبهوي. لم يسمحوا له لأنهم يحملون مشروعا آخر لا يمت إلى صالح البلد في شيء. أنا أعرف جيدا لو كان الخيار في يد علي سلام ووضعوا أهل الأرض أمامهم لكان رامي الجرايسي ومحمد بركي آخر من يمكن أن يتهجم عليهما، وهو يعرف لماذا، يعرف الأسباب الشخصية ويعرف الأسباب العامة، لكن بإيعاز من التف حوله عليه لا يوفر فرصة إلا ويكرر التهجم على رامي الجرايسي ومحمد بركي، لأن من حوله يريدون ضرب ما تمثله الجبهة نصراويا وقطريا. الناصرة أهم من محمد بركي، وأهم من رامي الجرايسي، وأهم من علي سلام ومن أي شخص آخر، أهم من جميع الأشخاص. لذلك تعيش الناصرة وتعيش الناصر. لقد أفرزت الانتخابات في شهر 10 العام الفائت نتائج يجب قراءتها بمسؤولية. الأخ رامي الجرايسي فاز برئاسة البلدية، صحيح أنه بالأغلبية ضئيلة، وكتلة الجبهة ظلت القوة الأولى والأكبر في المجلس البلدي بفارق أكثر من 1300 صوت عن القادة التي تليها. هذا ما حسبه أهل الناصرة في شهر 10 2013. إلى جانب ذلك جبهة الناصرة والجبهة القطرية تقرأ جيدا حصول قائمة ناصرة على القوة الثانية، وحصول علي سلام على نسبة قريبة من الجبهة وفي الرئاسة. القراءة الصحيحة والمسؤولة تقول أن رسالة الناخب النصراوي ليست أنا أو أنت، إنما أنا وأنت نحمل الهم النصراوي والوطني سوية مع كافة كتل المجلس البلدي رفعة المدينة وحمايتها. تعيش الناصر. وهذا الموقف أعلنته الجبهة مرارا وتكرارا. نحن نريد في 11 من شهر آذار الحالي بعد انتخاب رامي الجرايسي رئيسا للبلدية أن تمتد الأيادي لتتعاون كلها فيما بينها من أجل البلد ومن أجل مستقبلها ورفعتها. 4 أشهر كانت كافية لنأخذ العبرة، وأنا لا أريد أن أستعرض كل ما حدث من توتير واعتداءات في تلك الفترة، ولكن أمرا واحدا لا يمكن أن نمر عليه مر الكرام، ولا يمكن أن يقبله أحد، لا يقبله أحد عنده ذرة من المسؤولية الوطنية، وهو الإضراب القسري الذي فرض على المدينة في صراع أو تنافس بين فئة وفئة من أبناء شعبنا. الإضراب العام هو وسيلتنا الوحدوية الوطنية الأرقى لمواجهة الأخطار والتحديات التي تضعها السلطة أمامنا. ثم يأتي ومن يحول هذه الأداة الراقية والوحدوية والعظيمة إلى أداة من أجل مصالح فئوية. وأنا متأكد أيها الإخوة والأخوات أن فكرة الإضراب ليست من إنتاج أفكار علي سلام. ابحثوا عن صاحب الفكرة تأخذون العبرة. تعيشوا. أنا أعرف أن الغالبية الساحقة ممن يدعمون علي سلام هم مواطنون شرفاء يريدون أن يعيشوا بكرامة، ولكن عليهم أن يسألوا أنفسهم اليوم وقبل الغد من يقف معهم؟ من يقف معهم؟ جابسو أعلن موقفه، وصاعر أعلن موقفه، والنيابة العامة ورئيس
المحكمة العليا جرونس، وهذا أعرف أنه أمر غير مألوف أن يهاجم رئيس المحكمة العليا، لكن هذا الشخص تولى رئاسة المحكمة العليا بعد تغيير القانون الذي قام به نتنياهو لاستبعاد قاضية أخرى وتعيينه هو، وهو أمين لهذه الحكومة. من معه؟ غور التجنيد، وهو ابن لعائلة محترمة، أعرف الكثير من أبنائها، ولكنه ضل حتى أنكر أصله العربي. هو أيضا معهم، وأصحاب المصالح الضيقة معهم، وأصحاب ثقافة العنف معهم. لذلك أقول لإخوتي أبناء الناصرة، إذا كان هؤلاء معكم لا تكونوا معهم، كونوا مع أنفسكم، كونوا مع أولادكم، كونوا مع مدينتكم، كونوا مع رامي الشرايسي. أيها الأخوة والأخوات، لو حكمنا النزاع وسألنا من هو الرجل الذي يستطيع أن يخدم المدينة بأمان، من هو الرجل؟ رامي الشرايسي. لو سألنا من هو الرجل الذي يخطط المدينة لسنوات طويلة لقلنا من؟ لو سألنا من هو الرجل الذي يملك مخططات ثقافية وعلمية لمستقبل المدينة لقلنا من؟ لو سألنا من هو الرجل الذي أفنى حياته وزهرة شبابه لخدمة الناصرة لقلنا من؟ لو سألنا من هو الرجل الذي يحمل موقفا ورؤية سياسية شجاعة ومسؤولة لقلنا من؟ لو سألنا من هو الرجل الذي يمكن أن يقف أمام كل الوزارات ويحصل حقوق الناصرة لقلنا من؟ لو سألنا من الرجل الذي يمكن أن يمثل الناصرة في العالم بشكل مقنع ومشرف لقلنا من؟ لو سألنا من هو الرجل الذي يستطيع أن يوحد المدينة ويسول قضايا النساء والشباب والأطفال والثقافة لقلنا من؟ لو سألنا من هو الرجل الذي يكمل طريق القائد الفرد معلمنا توفيق زيات لقلنا من؟ رئيس بلدية الناصرة يجب أن يمتلك مؤهلات أبعد من رئيس بلدية وأبعد من مجاملات انتخابية، وهذا الرجل هو رامي الشرايسي. تعيش الناصرة،